في البداية كده لو انت عايزة تعرفي هو ليه بعد عنك او عايزة تعرفي ايه اللي تعمليه علشان ما يبعدش عنك، كملي معايا المقطع الصغير ده للآخر. في بعض العلاقات ساعات شريك حياتك او اللي لسه هيكون شريك حياتك تلاقيه بعد كده فجأة وبدون اي اسباب، ده اللي انت بتبقي شايفاه. ده غير كمان انه خلاص ما بقاش مهتم بيك. ما تستغربيش طبعا لان مفيش حاجة وملهاش سبب. نقول مثلا ايه الحاجات اللي ممكن تخلي الراجل يبعد عن اي واحدة. ممكن كان شايفك بصورة غير حقيقتك، اسلوبك في الكلام معاه ما كانش كويس، او انت انسانة متطفلة او مش ملتزمة، اكتشف كذبك في كل كلمة قلتها له. انسانة كده ملكيش كبير، خانقاه ومش عارف يتفاهم معاك الى اخره. طبعا الحاجات البسيطة اللي انا قلتها دي هي حاجات كفيلة بانها تبعد شريك حياتك عنك او اللي لسه هيكون، او زي ما بيتقال بقى يغير رأيه في الفكرة من الاساس. ولا انت ليكي بقى رأي تاني؟ طب ازاي تخليه ما يبعدش عنك؟ مهم جدا اهتمامك بنفسك. كمان لازم تكوني إنسانة واثقة من نفسك. مهم جدا إنك تديله مساحته في الكلام، وبلاش بقى تسأليه أسئلة كتيرة زي كنت فين ومع مين والكلام السخيف، لأن دي أسئلة سخيفة ما بيحبهاش أي راجل. بلاش كمان وهو معاكي شايف إن الدنيا كلها والعياذ بالله سود. خليكي كده إنسانة متفائلة. احذري بقى من ألفاظك وطريقتك في الكلام، يعني لو في شيء كويس قوليه، لو في حاجة مش عاجباكي انصحيه، لأن ببساطة اهتمامكم ببعض هيقوي روابط العلاقة ما بينكم. العلاقات الناجحة بتكون عايزة جهد كبير جدا. خدي بالك من الكلمتين دول. أشوفكم على خير إن شاء الله.